90% من الناس بتقع في الغلطة دي، اوعى تكون منهم. لما حد يقلل منك قدام الناس والموقف يخلص بتفضل تتمنى ان المشهد يتعاد تاني عشان ترد الرد الصح. طب ليه بقى تستنى؟ اسمعني كويس، لان النهارده هقول لك على الرد اللي يقلب الترابيزه في لحظتها. بص بقى يا سيدي، في المواقف اللي زي دي عقلك هيضحك عليك وهيديك 3 حلول: يا تهاجم، يا تبرر، يا تسكت، والتلاتة غلط وهيخلوك تندم. اول قاعده: ما تبانش انك اتضايقت. لو بينت ان الكلام وجعك فانت كده اديته القوه اللي هو عايزها. الافضل ترد بكل هدوء وثقه. اقلب الاهانه على صاحبها، يعني لو قالك انت شكلك تعبان رد بهدوء: طبيعي، الناس الراقيه بتتعب من التعامل مع الطاقه السلبيه. او شكلك مركز فيا اكتر من اللازم، هو كل ده اهتمام؟ خليك جامد وساخر في نفس الوقت. لو حد قالك مثلا انت مش فاهم حاجه رد وقول له اخيرا عرفت حاجه صح. دايما استخدم الصمت والابتسامة القاتلة، أحيانا دول أفضل رد على الإهانة. هو إنك تبص له وتبتسم ابتسامة باردة وتسكت، ده بيخليه يتلخبط ويحس إنه هو اللي اتكسف. وأهم حاجة خلي ثقتك بنفسك هي اللي بتتكلم. لما ترد بهدوء وذكاء الشخص المستفز هو اللي هيتوتر وهيبدأ يراجع نفسه. من النهاردة أي حد هيحاول يقلل منك جرب ترد عليه بالطرق دي وهتشوف بنفسك إزاي هيتلخبط. خليك واعي وخليك سابق بخطوة.